ملي كتشوف بلي المكالمات ولاو انتر دي في واتساب وسكايب وفايبر داك تيخدم 3 جي وال 4 جي، وكتشوف هاد المشاهد ديال الناس كيتفرشخوا ريوسهم مفرقع، كيجيب لك الله بحال كتحس بالديكتاتوريه. وهاد اللعيبه مزياناش. مرحبا بكم في حلقه جديده من اجل تفهم شنو فهمت. اليوم غادي ندويو على المشكل ديال الاساتذه المتدربين. مغرب زوين. قبل لا نبدا الشرح بغيت نقول لكم واحد المعلومه مهمه اللي عندها واحد القوه كبيره في هذا المشكل اللي نايض ديال الاساتذه المتدربين. اي قانون، اي مرسوم، اي ظاهر، اي لعيبه ديال الدوله دارت فيها شي قرار كيخص المواطن ولا كيخص اي لعبه ما كتطبق وما كتكون ساريه المفعول حتى كتخرج في الجريده الرسميه. اشنا هي هذه الجريده الرسميه؟ الجريده الرسميه هي الوسيله باش كنعلموا المواطن باللي هذا القانون طبق، واللي ما كيقراوها غير 1% من الشعب المغربي، واللي بسببها كاين القانون اللي كيقول لا يعذر احد بجهل القانون، لان هي كتعلمك شنو هو القانون. لا المهم هذه هضره اخرى ديال التواصل ما بين الحكومه والشعب. هذا مشكل كبير وهو من الاسباب الكبار ديال هذا المشكل اللي واقع للاساتذه المتدربين. نكملوا. في عام 2012 دار واحد السيستم جديد للتوظيف في قطاع التعليم. انا نشرح لكم كيفاش تصاوب القانون في الاول، ولكن هذا الشيء اللي نشرح ماشي هو اللي يطبق. الا بغيتي تدخل في موظف في سلك التعليم خاصك تكون واخد الاجازه وكدوز واحد الامتحان الولوج في سلك التوظيف، خاصك تنجح فيه. ما كتدخلش نيشان الوظيفه اللي تقرر، خاصك تدوز من مراكز التكوين اللي كتبقى تكون فيهم 12 شهر، وفي البدايه ديال التكوين ديالك كتختار واش تقرر الاعدادي ولا الابتدائي ولا الثانوي. اشنو كدير في ديك 12 شهر؟ كتبقى تكون في مراكز التكوين و60% ديال الوقت ديالك كدوزو ستاج في المدارس، يعني كتقري بنادم بحال شي استاذ. وخاصك تدخل دي موديول، الا دخلتيهم كاملين يعني نجحتي فيهم في ديك المده ديال 12 شهر صافي كدوز الخدمه ديالك اللي في المدارس، كتبدا خدام فعلا. والا ما دخلتيش هذوك لي موديول كاملين كدوز نيت عاوتاني الخدمه ديالك في المدارس، ولكن بشرط خاصك تعاود تمتحن في هذوك لي موديول اللي ما دخلتيش وما كدوبلش، ما كاينش عاود العام. وهذيك 12 شهر كتسمى سلك التاهيل اطر هيئه التدريس. في هذيك المده ديال 12 شهر كنتي كتعتبر موظف في الرتبه الاولى ديال السلم 10، وكنتي كتخلص السميك اللي هو 2450 درهم. هادشي كامل ما جبتوش من راسي، هادشي كامل جبتو من الجريده الرسميه اللي كتوضح كيفاش كيخدم هذا البلان كامل، واللي هي الجريده الرسميه ديال 2 فبراير 2012. نظام موظفي الادارات العامه. حنا دابا كندويو على الموظفين ماشي طلاب. نظام موظفين في الماده 23 ديالو كتقول يتقاضى المترشحون المقبولون في سلك التاهيل اطر هيئه التدريس الاجره ماشي المنحه المطابقه لرسم الاستدلالي 275. وملي كنقولوا رقم استدلالي ماشي رسم، هنا غلطوا حتى في الجريده الرسميه غلطوا عباد الله. ملي كنقولوا رقم استدلالي 275 يعني نتايا في الرتبه الاولى من السلم 10، بمعنى اخر انت داخل في السلم اصلا، يعني انت موظف عندك رقم تاجير وكتاخذ الاجره ديالك من وزاره الماليه. وفي الماده 36 من نفس المرسوم لا يسمح بالتكرار بالمراكز الجهويه لمهن التربيه والتكوين لجميع اسلاك، ويمكن السماح لاستاذ التعليم المدرسي المتدربين الذين قضوا فتره التكوين ولم يتمكنوا من استيفاء جميع مسوغات التاهيل باستدراك الوحدات او المواد التي تعذر عليهم الاستفاده من التاهيل فيها في السنه المواليه. هذه شنو كتعني؟ هي الهضره اللي قلت لكم انه ما كاينش دوبل، كدوز لك 12 شهر خدم، الا زقلتي شي موديول عاود فيها الامتحان. هادشي كلشي قلتو باش نثبت انه فاش تصاوبوا هاد مراكز التكوين كانوا كيدخلوا الناس على اساس انهم موظفين دوزوا امتحان ولوج لمراكز التكوين اللي كيساوي مباراه توظيف باش يتفورماو من بعد 12 شهر باش يزاولوا المهنه ديالهم. هادشي اللي كاين في المرسوم، ولكن واش هادشي اللي طبق؟ لا، هاد المرسوم تصوب في الحكومه الاولى ديال عباس الفاس، ولكن التطبيق ديالو في الحكومه الثانيه ديال عبد الله بن كيران. المشكل اللي كاين عند حكومه بن كيران هو مشكل مادي 100%. الهدف ديال هذه الحكومه هو ان البلاد تربح الفلوس وتهنى شويه من الكريديات الدوله، لهذا وعلى حسب ما كيقولوا خاصهم يقللوا من المصاريف ديال البلاد، واكثر حوايج اللي كيتصرفوا فيها فلوس البلاد هما لي صالير ديال الموظفين. اذا خاصها تنقص من عدد الموظفين اصلا وتحول شويه جهه القطاع الخاص، يعني تخصص واحد شويه خوصص. لهذا المنطق اللي تعاملت به الحكومه مع هاد الاساتذه المتدربين ماشي هو انهم اساتذه موظفين في حاله التكوين، وانما هما عباره عن طلبه في حاله التكوين. ولكن ما جاتش قالتها لهم هكذا، قالت لهم شوف انتم الطلبه، تعاملت معهم بطريقه ذكيه وهي طريقه سل شعره من العقيل. اول حاجه في العام الاول ديال هاد مراكز التكوين ما عطاتهمش الرقم ديالهم ديال التاجير، خلاتهم ساهيين ما قالت لهم والو. وثاني حاجه ما خلصتهمش وزاره الماليه، خلصهم مركز التكوين نيت، واللي ما دخلش لي موديول كاملين كانوا كيعتبروه راسب وما كيدوش الخدمه ديالو كيسقطوه كيخرج صافي يسير بحال ضد القانون. هادشي ضد القانون. هذه في المرحله الاولى. في المرحله الثانيه في 2013 خرجت الوزاره واحد المرسوم مريقل، سمعوا النص ديالو اش كيقول. تنصيص على شهاده المهن الوطنيه لتسليم المراكز الجهويه لمهن التربيه والتكوين مع اعتبار امتحان التخرج منها بمثابه نجاح مباراة تخول التوظيف وتعيين ضمن احدى اطر هيئات التدريس المنصوص عليها في النظام الاساسي المهم. شنو معنيت هادشي؟ معنيته انه الا نجحتي في امتحان التخرج ديال مراكز التكوين راه بحال نجحتي في مباراه الولوج ديال الوظيفه، بمعنى ان الامتحان الاولاني اللي درتي ديال الولوج لهذيك مراكز التكوين لا يعتبر امتحان ولوج الوظيفه، وانما يعتبر امتحان ولوج دراسه. يعني هذيك 12 شهر ديالك راه كنتي ماشي موظف، كنتي طالب، وفي الامتحان الاخراني عاد باش وليتي موظف حيت نجحتي فيه. هما كلاساوك البارتي الاولى تكلاساو
راسيتي انك انت طالب ماشي موظف، والمرسوم اللي على اساسه مصوبين هاد مراكز التكوين مازال كاين، وهذا القانون كاين. انا كاين ازدواجيه في القانون. المهم هذه قالب رقم 2. راهي دابا في 2015 نهار 23 شهر 7 2015 صادق المجلس الحكومي على 2 مراسيم في هاد اللعيبه، واللي هما المرسوم 2/15 588 والمرسوم 2/15 589. اشنو كيقول المرسوم الاول؟ المرسوم الاولاني تيقول باللي الا نجحتي في هادوك مراكز التكوين واخا تنجح خاصك تعاود دوز كونكور باش تخدم في الوظيفه العموميه، يعني زمط. والمرسوم الثاني تيحيد اسم الاجره على ديك الفلوس اللي كنتي كتاخذ في ديك 12 شهر وكيرجعها منحه، وتيقلص منها من 2450 ل 1200 لانك منحه او ما كنت تخلص وانت اصلا فيه الطلبه الاخرين 200 درهم. شي فين كاين القالب تحولت من وظيفه لطالب. السؤال اللي حيرني انايا هو السن اللي ما تخدموش هذوك الناس علاش غادي تقبلوهم اصلا في مراكز التكوين؟ ما تقبلوه غير اللي غادي يخدموا وهكذا يدوزوا كونكور واحد ونبينا عليه السلام. كونكور في كونكور وعاود كونكور اماننا. القضيه فيها البريفي. ما نقدرش نشرح كل شيء في هذه الحلقه صراحه. دابا فين كاين المشكل لب الموضوع؟ الناس اللي غادي يجيو يدخلوا مراكز التكوين سنه 2015 دوزوا امتحان ديال الولوج نهار 12 و13 شهر 9 2015. في هذا الوقت هاد المراسيم 2/15 588 و2/15 589 ما كانوش خرجوا في الجريده الرسميه، يعني مازال ما مطبقينش، يعني باقي النظام القديم اللي هو الا نجحتي في 12 شهر راك انت موظف. يعني الناس اللي تقبلوا في هذا الكونكور راه اوتوماتيكمون كيسرع عليهم المفعول ديال القانون القديم، لان هذا القانون الجديد باقي كاع ما تحط في الجريده الرسميه، ما تحط نهار 8 شهر 10 2015. وهذا الشيء علاش الاساتذه منوضين الصداع. 10000 استاذ تيقولوا لهم حنا خاصنا نتوظفوا لاننا دخلنا على اساس اننا اللي نجحنا غادي نتوظفوا. كاين اللي كيقول هاد الاساتذه المتدربين في راسهم قبل لا يدخلوا كاع هاد المراكز، وداري هاد الوراق اللي كيقراوهم قبل لا يدخلوا المراكز. والنص فيهم واضح. اجتاز خريجي سلك تاهيل اطر هيئه التدريس مباراه للتوظيف تفتح في وجه الحاصلين على شهاده التاهيل التربوي المسلمه من مراكز الجهويه لمهن التربيه والتكوين. بمعنى تا كتاخذوا الشهاده من هذا المركز عاد باش عاودوا دوزوا كونكور اخر باش توظفوا. وثاني حاجه فيها ويتقاعد المترشحون المقبولون المسجلون في احدى المسالك سلك تاهيل اطر هيئه التدريس منحه شهريه، منحه ماشي اجره قدرها 1200 درهم. دونك نتوما في راسكم علاش درتوا التكوين. ولكن ملي تجي تشوف المراجع ديال هاد الوراق ما كاينش معاهم هاد المرسومين 588 و 583 مراجع ديال اي حاجه، بمعنى ان ديك الهضره اللي قلتي في دوك الوراق عندها مستند قانوني اللي ديجا عارفينه الناس واللي خارج في الجريده الرسميه. والمستند ديال هاد الهضره اللي قالوا هما دوك 2 مراسيم 588 و 589 ما كاينينش في المراجع حيت ديجا ما خارجينش في الجريده الرسميه. دونك هذيك الهضره كامله خاويه ما عندهاش مستند قانوني. اذا نتوما دلستوا علينا فاش بغينا ندخلوا مراكز التكوين. وعاد باش كيقولوا لهم نتوما سينيتوا على المحضر ديال الدخول وفيه طلبه متدربين، الاخرين كيجاوبوهم كيقولوا لهم لا ما فيهش طلبه متدربين، في اساتذه متدربين، وكيجيبوا لهم الحجج ديالهم. وثاني حاجه انت خرجتي وحطيتي هذا القانون ما فراسناش كاع، ما تشاورتي معنا ما حتى شي حاجه، حطيتيه في الصيف اصلا. المشكل ديالنا في المغرب هو اننا ما كنتشاوروش مع بعضياتنا باش نحطوا القانون، رغم ان الدستور قال لنا خاصك تشاور مع الناس اللي تطبق عليهم القانون. كما طرا هادشي ديال فايبر واتساب وسكايب حيدوه بلا ما يشاورونا عباد الله. واش حنا بشر ولا شنو هو؟ الحاصل الحلقه ديالنا سالات الخلاصه ديال الهضره هي ما كايناش الكومونيكاسيون ما بين الحكومه او الدوله والشعب ديالها. حنا الاعلام ديالنا حاضين فيه غير افلام مكسيكيه والتخربيق، والحاجه العامره ما كنديروا فيها حتى شي وزه. كنحاولوا كاع نديروا شي اعلام اللي يشرح للمواطن فين كاين هو فين راسو من الرجلين، كنخليو امور ما واضحاش. المهم هادشي كيعصب، تابوناو وديروا جيم، ديروا اللي بغيتو، بارطاجيو لا فيديو عندكم تحطوها في فيسبوك، ديروا غير لوليا ديال اليوتيوب والسلام عليكم. حقا نسيت ما دويتش على مشروع 10000 اطار. هادشي كثير. صافي نسى. قبل لا نمشي نعتذر على واحد اللعيبه الطريقه اللي دارت الحكومه ديال سيلي شعرها من العقيل ماشي ذكيه غبيه.